أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع كلينت وهو مروح البيت، فبيشوف الضابط سام في الطريق وبيفضل يتكلم معاه لأنهم بيكونوا أعز أصدقاء، وساعتها بيعرض عليه سام إنهم يطلعوا رحلة صيد، فبيوافق كلينت إنه يروح معاه لأن مراته منكدة عليه عيشته. ولما بيدخل البيت بيلاقي البوس بتاع جوانا مراته شبرين لأنها بتكون مش طايقاه ولا طايقة العيشة معاه، فبيقول لها كلينت ما تزعليش، احنا هنخرج نتفسح النهارده. وبيقول لها ان في واحد عرض عليا فلوس كتير علشان ياخد المشروع بتاعي بس انا رفضت. فبتقول له جوانا انا مش هينفع اطلع معاك النهارده علشان عندي ميعاد عند الدكتور. وبنعرف ان جوانا بتتهرب منه لانها مش طايقاه ولا طايقه العيشه معاه، واتجوزته بس علشان مبسوط وعنده فلوس كتير. فبتقول له انا مش طايق اعيش في البيت ده وعايز ارجع نيويورك. فبيقول لها كلينت انا هروح اصطاد مع الظابط سام واللي عندك اعمليه. وساعتها بتاخد جوانا العربيه بتاعتها وبتروح للدكتور، وبدأ كلينت يجهز نفسه علشان يروح يصطاد مع الظابط سام. وهما قاعدين بيحكي لسام على اللي حصل مع مراته، وبيقول له ان هي مش طايقه تعيش في البيت ده وعايزه ترجع نيويورك، وبعمل لها المستحيل علشان ارضيها لكن منكده عليا طول الوقت. فبيحاول سام انه يهديه ويخرجه من الحاله اللي هو فيها. وبعدها بنشوف جوانا وهي بتخون جوزها مع الدكتور جيمس، وبنعرف السبب اللي مخليها مش طايقه العيشه مع جوزها. في الوقت ده بتيجي فكرة شيطانية في دماغ جيمس، وبيقول لجوانا انها لازم تتخلص من جوزها علشان نقدر نستمتع بفلوسه ونعيش حياتنا. وبدأ يوري لها السم اللي استخرجه من ظهر السمك، وده بيجيب سكتة قلبية في الحال ومالوش اي اثر. وساعتها بتاخده جوانا وبتروح البيت، وبتفضل تدور في شنطتها على السم اللي كان معاها، وبتتفاجئ انه وقع من شنطتها على الارض. فبتاخده وبترميه في الزباله وبتشيل الفكره من دماغها. وساعتها بيدخل كلينت المطبخ عليها وبيقول لها كلام يعصبها وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بتقرر ان هي تجيب ازازه السم من الزباله، وفعلا بدأت الخطة الشيطانية بتاعتها وحطت له السم في قلب المشروب بتاعه. وفجأة بيدخل كلينت عليها، فبتترعب جوانا وبترمي الإزازة على الأرض. وساعتها ما بياخدش كلينت باله من حاجة وبياخد الكاسين ويحطوه معاه على السفرة. وبتفضل جوانا تبص على الكاسات لأنها مش عارفة حطت السم في انه كاس. وبيمسك كلينت الكاس بتاعه وبيقول لجوانا في صحتك، وبيعتذر لها علشان عصبها، بس بيكون الكاس اللي فيه السم هو اللي شربه. وبدأ مفعوله يشتغل معاه بسرعة، وبيمسك في ايد جوانا بكل قوته لان مصارينه بتتقطع. وبيفضل يصرخ من الالم وبيوقع الترابيزه عليه. وبيفضل كلينت يتوسل لجوانا علشان تساعده وتنقذه، لكن بتقول له انا ما صدقت ان انا خلصت منك. وبعدها بتتصل على الدكتور جيمس وبتعرفه باللي حصل. وبيوصل الضابط سام والدكتور جيمس لمكان الحادث، وبيكون سام زعلان ومش مصدق ان صاحبه مات بالسكته القلبيه. فبيقول لسام للدكتور مش لازم نشرح الجثه علشان نعرف سبب الوفاه، بس جيمس بيقول له ملهاش لازمه ان احنا نشرح الجثه لان جثه كلينت هتتبهدل في المشرحه ومراته مش عايزه كده. وساعتها بيوافق سام وبيمضوا على المحضر. وبعدها بنشوف جثه كلينت وهم حاطينها في المشرحه، وبداوا يطلعوه من الكيس اللي هو فيه علشان يبداوا فيه التشريح. وبيتصل عليهم الدكتور جيمس في المشرحة وبيستعجلهم علشان دفن جثة كليني، وفعلا بيكونوا لسه هيبدأوا فيه التشريح. وفي آخر لحظة بيدخل عالم واحد ومعاه التقرير بتاع الجثة، فبيضطروا انهم يجيبوا له أزبل تابوت ويدفنوه فيه، وبيمنعهم من التشريح لأنها سكتة قلبية وما بترضاش جوانا تصرف على دفنة جوزها. وفي الجنازة بنشوف جوانا وهي منهارة وبتعيط. دموع التماسيح بقى تقتل القتيل وتمشي في جنازته، وبيهوهو الكلب على جوانا وكأنه عارف اللي حصل. وبعدها بنشوف جيمس وهو عند جوانا في البيت، وبيكونوا بيحتفلوا في غاية السعادة لأنهم خلصوا على كلينت بكل سهولة ومحدش عرف حاجة. وساعتها بتتضايق جوانا من صوت الكلب بتاع جوزها، فبتنزل له وهي متعصبة ومعاها البندقية علشان تخلص عليه. فبتضرب النار على باب القفص وبتفتحه، وبتحاول تخلص على الكلب لكن بيهرب والطلقة ما بتجيش فيه. وبيروح الكلب عند المقابر وهو حزين، وبيفضل ماشي لغاية لما بيوصل للمدفن اللي فيه صاحبه. وفجأة بيرجع كلينت للحياة من تاني وبيفتح عينيه. ربك قادر على كل شيء سبحانه. وبنعرف ساعتها ان مفعول السم مش قوي وما اثرش فيه، وفضل كلينت يعافر علشان يطلع من التابوت. ومن حظه الحلو ان التابوت قديم وخشبه ضعيف، واخيرا بيكسر التابوت وبيطلع ايده بره، وخرج من التابوت بعد معاناة شديدة. وبيشوف الكلب بتاعه بيكون خايف منه لان جسمه كله طين. وبيمشي كلينت وهو تعبان ومش قادر وبيروح البيت، وبيبص من الازاز وبيتفاجئ ان مراته في حضن جيمس عاشقها. وبيفضل قاعد مستخبي لغايه الدكتور جيمس ما خرج من البيت وراح كسر ازاز البدروم علشان يتدارى فيه. ومن كتر التعب اللي هو فيه مش بيقدر يتحرك من البدروم، وفضل قاعد طول الليل يفكر ازاي يتخلص من مراته الخاينه هي وعاشقها. وتاني يوم بتروح جوانا للمحامي بتاع جوزها وبيعرفها على املاك كلينت كلها، فبتقول له بيع لي الشركه انا مش محتاجاها ودخل لي المبلغ في حسابي. وبعدها بيطلع كلينت من المضروم وبيطلع يروح المطبخ وبيفضل يشرب ميه كانه بقاله سنه ما شربش، وبيدخل على التلاجة ياكل منها لغايه لما بيشبع. وفي الوقت ده بيحس بصوت عربيه، فبيبص من الشباك وبيلاقي مراته داخله على البيت، فبينزل يستخبى في البدروم بسرعه قبل ما تشوفه. وفي الوقت ده بيجهز البندقيه بتاعته علشان يخلص على مراته، بس الطلقات بتقع من ايديه على الارض، فبياخد واحده منهم وبيحطها في البندقيه وبيطلع من البدروم يدور على مراته. وساعتها بيوصل الضابط سامي البيت، وبيكون جاي علشان يطمن على جوانا ويشوفها لو عايزه حاجه.
وفضل يحكي لها عن جوزها وإنه إزاي كان بيحبها. فبيقول لها أنا عرفت إنك عايزة تبيع البيت. فبتقول له أيوة عشان البيت كبير عليا وفي نفس الوقت عايز أرجع نيويورك. فقال لها سام حرام تبيعي الشركة كمان، لأن كلينت تعب فيها لغاية لما خلاها شركة كبيرة. وهو طالع من البيت بيوصل الدكتور جيمس، لأن الدكتور بتاعها وبيعمل إنه جاي يكشف على جوانا. ولما بيشوف كلينت جيمس وصل بينزل البدروم وبيحط طلقة كمان في البندقية عشان يخلص عليهم هما الاتنين. وبنشوف جوانا وهي بتقول لجيمس عن الضابط سام، لأنه بيسأل أسئلة كتير ولا كأنه بيحقق معايا، ولازم نمشي من البيت ده في اسرع وقت ونسافر. بس جيمس مش بيرضى انهم يمشوا غير لما ياخدوا فلوس بيع البيت والشركه. فبتقول له جوانا لولا حبوب منع الحمل اللي كنت باخدها كان زمان عندي منه اطفال، وساعتها ما كنتش هعرف احط له السم واخلص عليه. وفي الوقت ده بيكون كلينت سامع كل حاجه وبيقرر انه ما يموتهمش بسهوله كده، ولازم اعذبهم من الاول بسبب اللي عملوه فيا. وبالليل بعد جوانا ما بتنام كلينت بياخد مقص من الاوضه وبيروح ياخد دش، وبعدها بيعالج الجروح اللي في ايده. وتاني يوم بتيجي ناس لجوانا ومعاهم شنطة مليانة فلوس، وبنعرف كده ان هم خلصوا عملية البيع. ولما جوانا بتشوف الفلوس قدامها بتكون طايرة من الفرحة، وساعتها بتقرر ان هي تاخد الفلوس لوحدها وتسافر. وبعدها بيجي بلاغ للضابط سام والطب الشرعي بمقبرة كلينت فاضية، والجثة ما بتكونش موجودة ومحدش عارف ايه اللي حصل. وبيقرر سام ان ياخد التابوت معاه وما يعرفوش حد باللي حصل، لانه عايز يحقق في الموضوع ده من غير ما حد يعرف. وبعدها بنروح لجوانا في البيت وبتكون فرحانة بالفلوس اللي هي باعت بيها الشركة. ولما بتخلص ترتيب الفلوس في الشنطة بتروح تدخل الحمام، فبتترعب لما بتلاقي الحمام كله طين. فبتروح تكلم جيمس في التليفون وبتحكي له على اللي حصل. وساعتها بتنزل البدروم علشان تاخد البندقية، فبتتفاجئ بالكلب بتاع كلينت قدامها وبيفضل يهوهو عليها. وفي الوقت ده بتكون خايفة منه، فبتقرر ان هي تجيب البندقية وتخلص عليه. وقبل ما بتضربه بيظهر لها كلينت في اخر لحظة ولابس قناع، فبتتخض جوانا وبيغمى عليها. وساعتها بيحبسها كلينت في البدروم وبيقفل اي مخرج تطلع منه. وبنشوف بعدها جيمس وهو بيحضر حقنة سم تانية من السمكة وبياخدها معاه وبيروح بيت جوانا علشان يخلص عليها. وبيدخل البيت وبيفضل ينادى عليها، ولما محدش بيرد بيدخل الحمام وبيلاقيه متبهدل. وساعتها بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل في البيت، فبيتفاجئ بشنطة الفلوس قدامه. وبتحاول جوانا تطلع من البدروم لما تسمع صوت جيمس، وبتكون فاكرة ان هو اللي حبسها في البدروم وعمل فيها كده. فبتتدارى ورا سلم البدروم، واول ما بينزل بتخبطه على دماغه، فبيقع جيمس على الارض وبيسيب الحقنة من ايده. وبتاخد جوانا منه شنطة الفلوس. وفجأة بيفتح كلينت باب البدروم وبيرجع يقفله في وشها. وفي الوقت ده بيقرر كلينت انه ينتقم منهم، وبدأ في تنفيذ خطته وبيلم كل الخشب وبيحضره علشان يعذبهم. وفي الوقت ده بيفوق جيمس بعد ما خد الخبط على دماغه، فبتقول له جوانا انا كنت فاكراك انت اللي عملت فيا كده، بس في واحد غريب في البيت هو اللي عمل فينا كده. فبياخد جيمس البندقية وفاضل يكسر في شباك البدروم، وفجأة بيظهر له الكلب وبيفضل يهاجمه من الشباك. وتاني يوم بيحضر جيمس البندقية وبيبص في الطلقات وبيلاقيها فاضية. وجوانا بتكون مرهقة جدا وتعبانة لأنهم بقالهم يومين في البدروم من غير أكل ولا مية. وبيسمع جيمس الراجل المجنون اللي حبسهم وهو بيكسر في البيت، فبيقول لجوانا مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يعمل فينا كده. فبتقول له هو مين ده؟ فبيقول لها جيمس ده أكيد الضابط سام، وممكن يكون طمعان في فلوس جوزك. وساعتها بتشوف جوانا الحقنة اللي وقعت من إيد جيمس وبتخبيها. وفي الوقت ده بتعرف إن هو كان جاي يخلص عليها وياخد الفلوس. فبتقول له جوانا احرق الفلوس لو بتحبني. فبيقول لها انت عبيطه، الفلوس دي اهم حاجه في الدنيا. وساعتها بتطلع جوانا الحقنه وبتهدده بيها، وبتقول له انا عارفه انك جيت هنا علشان تقتلني وتاخد الفلوس لوحدك. وبتهجم عليه وبتحاول تقتله بالحقنه، لكن جيمس بيسيطر عليها في اخر لحظه وبياخد منها الحقنه. وقبل ما يحقنها بالسم بيتفتح باب البدروم، فبيشيل جيمس الحقنه علشان تكون من نصيب اللي حبسهم. وساعتها بيطلعوا فوق وبيلاقوا البيت شكله اتغير والخشب محوطهم من كل مكان، فبيحاولوا يطلعوا منه بس بيتفرقوا عن بعض وبيكونوا مش عارفين ايه اللي بيحصل. وبعدها بنشوف الضابط سام وهو بيفحص التابوت بتاع كلينت، ولما بيفتحه بيتفاجئ انه مكسور من جوه. وساعتها بيشك ان كلينت لسه عايش. وفي نفس الوقت بنشوف جيمس وجوانا بيرجعوا يتخانقوا مع بعض بسبب الجريمه اللي عملوها. وفجاه بيفصلهم كلينت عن بعض، وبيبص جيمس في اخر الممر وبيلاقي شباك منور، ولما بيقرب منه بيلاقي خيال واحد واقف قدامه. وساعتها بيفتكروا الضابط سام وبيحاول يقنعه انه ياخد نص الفلوس اللي معاه. وفجأة بيظهر له كلينت مرة واحدة، فبيترعب جيمس وبيقع على الأرض وحقنة السم بتخش في بطنه. وبعدها بتلاقي جوانا فتحة صغيرة في الخشب، فبتدخل جواها وبتفضل ماشية لغاية لما بتعدي الناحية التانية وبتوصل لمكان مسدود ومفيش أي مخرج منه. وساعتها بيحبسها كلينت في تابوت خشب وبيعرفها انه لسه عايش وما ماتش، وبيقول لها لازم ازيكي من نفس الكاس اللي زيتيني منه قبل كده. وساعتها بيجيب لها جثة جيمس وبيحطها معاه في التابوت هي والفلوس، وبتحاول تخرج منه بس كلينت بيثبته جامد بالمسامير. وبعدها بيجيب كلينت بنزين وبيولع في البيت كله،
علشان ما يسيبش اي اثر وراه، وبيحط التابوت في العربية وبياخد بعضه وبيمشي. وتاني يوم بيوصل الضابط سام للبيت وبيسأل بتوع المطافي بعد ما طفوا الحريقة عن الجثث، لكن بيعرفوه ان البيت كان فاضي ومفيهوش اي بني ادم. وبعدها بيروح الضابط سام عند المقابر، فبيلاقي واحد واقف عند قبر كلينت وبيتكلم معاه، وبيتفاجئ ساعتها انه كلينت وبيكون لسه عايش. فبيقول له سام من مصلحتك انك ما تفضلش هنا وانا اعتبرتك مت خلاص. فبياخد العربية وبيمشي، وطبعا بيدفن مراته حية ومعاها الفلوس وبيخلص فيلمنا. اشوفكم في فيلم جديد.